السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله في فيديو النهاردة هشارك معاكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، وهقول لكم ازاي تزودوا اللحمة المفرومة، تزودوا الكمية بتاعتها بطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي انا عملت كمية البصل اللي انا هحتاجها للحمة وحطيته لما دبل، وانا بعمل اللحمه المفرومه بزيت بس، ما بحطش اي مواد دهنيه غير الزيت، لان اللحمه بيكون فيها دهن، فبالتالي احنا مش عايزين نحط سمنه في اللحمه علشان خاطر ما تجليطش ولا تخلي الاكل اللي هيتعمل باللحمه دي يجليط لو ما يبرد. دلوقتي أنا بحط التوابل فلفل اسمر وتوابل لحمه وقرفه، وبحط بابريكا، وبحط كمان بهارات مشكله عادي زي ما انتم ما شايفين كده. وبحط على اللحمة المفرومة عشان تبقى مسكرة معاكي لازم تحط لها طماطم، فانا بحط طماطميتين كبار كده علشان كمان، وبتزود الكمية وبتخليها حلوة قوي. وكمان الجزر من الحاجات المفيدة، وفي نفس الوقت بيديكي طعم مميز جدا وحلو قوي في اللحمة. وبحط معلقة صغيرة من السكر لانها بتديني طعم حلو قوي للحمة، وجربوها وقولولي. اللي انا كنت بقلبه في الحلة الصغيرة دي يبقى كبد وقوانص، ربع كيلو كبد على قوانص. عملتها زي اللحمه المفرومه بالظبط كده من غير توم، ورحت حطاهم على اللحمه المفرومه، فبالتالي اداني الكميه اللي انتوا شفتوها معايا دي. دلوقتي انا بعمل البشاميل، حطيت سمنه ولما ساحت حطيت عليها الدقيق وبدات ان انا اقلبه. انا ما بزودش في البشاميل سمنه كتير، ما بخليش الدقيق عايم في السمنه عشان انا ما بحبهوش دسم. وممكن ما تحطيش دقيق خالص، تحطي اللبن وعليه الدقيق وتقلبي على البارد خالص وبعد كده تحطيه على النار. لكن انا بحط السمنه زي ما انتم ما شايفين والدقيق، وبعد كده بحط كيلو اللبن، وكمان بزود من الميه بتاعه سلق المكرونه. يعني انا دي ميه سلق المكرونه باخدها عشان لو احتجت لبن تاني بحط بدل اللبن الميه، تديني قوام حلو وما بتبانش وبتبقى حلوه لان فيها النشا بتاع المكرونه. ايدي بقى في البشاميل كده مفيش ولا اي تكتلات خالص قابلتني. وبحط في البشاميل ورق لورا بيديني طعم مميز جدا، وكمان بحط فيه فلفل اسمر بس وملح، ورق لورا وفلفل اسمر وملح، وايدي فيه. وبوطي النار لحد ما يديني السمك اللي انا عايزاه ومحتاجاه، وبروح على طول شايلاه من على النار يهدى، لان لما بيهدى البشاميل بيديك نتيجة اتقل عن ما كنت شايلاه من على النار. وبكده انا ما بحطش كمان عشان انا ما بحبش البشاميل دسم، بحط شوية من البشاميل في الصينية اللي انا هحط فيها البشاميل. ما بحطش سمنة خالص، بحط البشاميل بدهن بيه قعر الصينية كده، وبدهن بيه الجناب زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده بروح حاطة المكرونة، واحط على المكرونة زي كده شوية من البشاميل، وبحط اللحمة، وبعد اللحمة برص الصينية عادي زي اي حد ما بيعرف يرصها. وانت كده بتتفرج عليا صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. البنات الجميلة اللي لسه متجوزين او لسه حتى انتي مش متجوزة وبتحبي تدخلي المطبخ وما بتعرفيش تعملي الحاجات دي، ابدأي شوفيني وشوفي انا بعمل ايه واعملي زيي، وبإذن الله تطلعي احلى بشاميل من ايدك. المكرونة بالبشاميل اللي بتحب اللحمة كتير شوية، فحاولي ان انتي تتوصي بيها شوية مش بزيادة قوي علشان ما تبقاش اللحمة بتقع منها. وبعد كده برص المكرونه وبحط اخر طبقه عندي البشاميل. انا هنا ساعات بحط البيضه جوه البشاميل الاخير ده وبقلبها بشويه فلفل اسمر، ولكن المره دي انا حبيت ان انا احط البيضه على الوش. لازم تمسحي الجناب بتاعه الصينيه علشان ما تتحرقش معاكي في الفرن وهي بتستوي وتتعبك وانتي بتغسلي الصينيه. كده جبت البيضة حطيتها وحطيت عليها شوية فلفل اسمر ورشة ملح صغيرين، ورحت حطها على وش الصينية. لو بتتفرجي عليا يلا وما اشتركي في القناة ودوسي لايك لو الفيديو عجبك. وزي ما قلتلكوا هنزود كمية اللحمة المفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة
عليهم ربع كيلو كبد وقوانص، وزودي بقى في البصل والطماطم والجزر والفلفل الاخضر، بجد هيديكي نتيجة حلوة قوي وهيديكي كمية كمان كبيرة. والمكرونة كده بقت جاهزة عندنا اهي، استوت. وده بقى الوش لما بتحط البيضة بيديك الوش الجامد ده وحلوة قوي. بسيبها تهدى وبعد كده ببدأ اقدمها. كانت هديت معايا حاجة بسيطة بس حبيت ان انا اقدمها معاكم زي ما انتم ما شايفين كده. واو، سخنة اهي، وكان طعمها حلو قوي قوي. جربوها وبإذن الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا عليكم وعلينا يا رب. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.